سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا الصابلي بعده الاشكال راح يجوا بزاف راقي. ويعني هاد الوصفه يعني ناجحه من اول مره، راح تجي تدوب في الفم، يعني فيها داك كما نقولوا صابلي راح تجي مرمله. ويعني وتقطع لكم يعني ياك كميه لاباس بها، وراح نوري لكم يعني هاد الانواع في ربعه كيفاش درناهم. فوالا، وكما راكم تشوفوا يعني كامل يعني جو ما شاء الله. وهكذا بلا ما نطول عليكم جوز المقادير. بسم الله. في البول نحط هنايا 250 غرام تاع المارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. راح نضيف لها هنا نص كاس تاع زيت. راح نضيف لها هنا مغرفه كبيره ما تكونش معمره مليح تاع الفانيلا بودره ولا سائله كما تحبوا. انا هنا درت بودره. وراح نضيف لها هنا كاس تاع سكر كلاص يكون مغربل بالطبع. فوالا، دوك هنايا راح نجيب الباتور ولا خدمته بالبيتخا الا كانت عندكم كميه كبيره. جبت هنا الباتور ديالي، راح نقعد نضرب فيه هنايا حوالي 2 دقائق، يعني ما تحبسوش، يعني حتى تشوفوا الخليط ديالكم يعني ولا كريمي ولا مائل للابيض، لانه حنا درنا كلشي في خطر، يعني درت المارغرين والزيت والسكر. دائما الصابلي ولا اي حلويات يكون فيها الزيت لازم تضربوها مليح باش تتفاداو الحلوه ديالكم تتشقق. شوفوا هنايا كيفاش ولات، يعني جات ما شاء الله، يعني طلعت فريمون طلعت. من بعد واش ضفت لها هنا 2 حبات بيض كاملين وصفار بيضه، يعني وديو البيض ديالكم تاني يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني خرجوا لي من قبل، انا دائما هكا ندير. فوالا، هنايا بعد ما ضربتهم تاني حوالي دقيقه، دوك هنا راح نجيب كاس تاع مايزينا وندخل يعني المايزينا ديالي. وهنا سمحوا لي يعني الاضاءه كانت ناقصه، لانه الضو ديالي كانت يعني انحرقت لي نصور بها. فوالا، دوك هنايا راح نجيب الفارينه تكون تاني مغربله. ضفت هنايا حوالي 2 كيسان الخطره الاولى، وهنايا 4 مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه، يعني حوالي 1 غرام حتى ل2 غرام. يعني قلت لكم 4 مغرفه صغيره باش يعني باش الصابلي ديالنا تقعد لا فورم ديالو شابه. كان يعني ما يديرش كامل، انا درت حاجه خفيفه. فوالا، دوك هكذا نقعد ندير الفارينه يعني تدريجيا حتى نتحصل على بات صابلي تكون طريه ما تكونش يعني يابسه. فوالا، وهنايا يعني غير باليدين تاع الاصابع، يعني الكف ما تخدموهش كامل، استخدموا غير الاصابع هكذا باش تحصلوا على الصابلي ديالكم يكون مرمل. فوالا، هذه هي لاباط ديالي. دوك نضميها ونديرها في ساشي، ولا غلطوها بالسيلوفان، يعني نخليها نبدا نخدم بشويه، لازم يعني تغطوها باش هكذا يعني ما تنشف لكمش ولا بات تقعد مليحه. فوالا، دوك انا راح نجيب يعني ساشي، ساشي تاع الخبز قطعتها وضفت هنايا كميه تاع بات صابلي والاخرى يعني هم مغطيه في ساشي. فوالا، دوك راح نمشي العجينه ديالي، ما نمشيهاش رقيقه بزاف لانه ما فيهاش بزاف خميره الحلوى، وما نمشيهاش بزاف خشينه. فوالا، دوك هكذايا راح نمشي العجينه ديالي، وهنا راح نوري لكم النوع الاول قبل، من بعد ندوزو لكامل الانواع. فوالا، هنا كديروا ساشي يعني حتى تمشى مليح. دوك نحي ساشي وراح نجيب الطابع اللي درني قبل هنا باش تشوفوا. وهنا سنيوه راه فيها بابي كويسه. هنا المول ديالي الاول راه 6 سنتيمتر والثاني راه 4. شدوا مسطره، وننصحكم تشوفوا هاد المول يجوا فيهم وقيله 8 تسحقهم للدزيريات للصابلي، يعني تحفه وماشي غاليين. قلت لكم المول الاول طبعت به هو الرقم 6، ودرتو من جهه يعني راهي مشرشفه. دوك نحط كامل الكميه نحطها في سنيوه. فوالا، وهنا شوفوا كيفاش اللي فقدت لكم ديروها غير هكذا، يعني ما تطموهاش بيدكم. من بعد نكملها راح نوري لكم كيفاش نزيد نقطع. راح نجيب المول الثاني اللي هو قلت لكم 4 سنتيمتر، راح نحطها في الوسط ونقطع كما راكم تشوفوا. فوالا، دوك هكذا تحطوها، من بعد تجوزوا ليهم يعني تنحوهم. فوالا، راح تجيبوا يعني موس وراح تنحوها يعني بكل سهوله. شوفوا تجبدوها راح تجيكم.
بعد هادو الزوائد تقدروا تخلوهم يعني كيطيبوا، يعني يتنحاو وحدهم ولا تنحوهم تستغلوها تاني طيبوا بها. دوك هكذا راح نحوها وراح نحطوا وحده فوق وحده يعني باش نزيدو نخدموها، ما تعجنوهاش تاني. فوالا دوك هكذايا راح نحطها مع العجينه الاخرى. هنا زدت يعني كملت طبعت باش يعني نزيد نوري لكم. فوالا دوك هكذايا نزيد نكمل كامل الكميه ديالي وراح ندخلها على الفوغ. النوع الاول راح ندخلو للفوغ على 160 درجه، يعني الفوغ ديالكم بعد ما يسخن نقصوا له مليح مليح هكذا يعني كيطيب. انا لو طولي راه يطيب جست نحضر النوع الثاني. فوالا هاد الماء يعني المول تاع بكري يعني اللي معروف تاع صابلي، يعني اللي فيه زوج جهات. راح تاني حليت العجينه يعني بنفس الطريقه كما الاولى. من بعد جست يعني نطبع خطره هكذا خطره هكذا عادي، يعني هذا هو الصابلي يعني اللي معروف. فوالا ندوز نحيه يعني صافا غير بشويه، سينو ديروا المول ديالكم في الفرينه. انا درتو غير الخطره الاولى من بعد ما زدت درت هكذا يعني صافا غير بشويه راح تتنحى لكم. فوالا هنا بعد ما كملتهم راح ندخلها على الفوق وزيد الطيب ونجوزو نحضروا النوع الثالث. النوع الثالث طبعنا بنفس الطابع اللي طبعنا به الفخطره الثانيه. من بعد هنا واش جبت نقاش. النقاش ديالكم السنينات ديالو يكونوا رقاق ويكونوا مستويين، يعني ما يكونش هذاك النقاش اللي يجي يعني سي معوج. فوالا دوك هكذايا راح نبدا ننقش فيهم كما راكم تشوفوا بداو يعني بشويه حتى تكملوا كامل. فوالا من بعد انا هنايا الكميه هذه ما خرجتليش بزاف، خرجت لي غير 6 حبات لانه نسيتها في الفوغ ونحرقوا يعني حبيبات. فوالا دوك هكذايا نبدا ننقش فيها يعني ساهله والشكل ديالها تاني خرج بزاف شباب. فوالا دوك هنايا بعد ما كملت اوطابو جست هنايا الاول النوع الاول اللي درنا له. درت له هنايا المربع تاع المشماش، دهنت يعني غير شويه يعني باش تلصق لي. من بعد هذاك الفراغ الكبير عمرته كامل يعني بالمربع تاع المشماش كما راكم تشوفوا. درت شويه مشيتها بالمغرفه ودهرت على المغرفه. من بعد حطيت الحبه من الفوق. من بعد هنايا زدت يعني كما راكم تشوفوا يعني جا الشكل ديالها هايل وتنمو فيه بزاف النسبه تاع المربى كي يعني كي تاكلوه جا يعني تحفه هكذا. يعني تقدروا يعني كامل ديروا لهم هكذا. من بعد تحطوا هذاك من الفوق. وهذا النوع ما تغفلوش عليه بزاف، ما فيهش يعني حاجه بزاف سورتو هاد الدوائر الفوقانيين تمتم يطيبوا، يعني غير ديروه تقعدوا يعني تعسوه. فوالا دوك انايا نكمل كامل النوع الاول. فوالا هنا بعد ما كملتهم راح ندوز النوع الثاني اللي درناه يعني بالنقاش. هنايا عفوا نغلط، نجيب هنا لاجولي درت لها هنايا عطر تاع الفراز وملون وممطوط. تقدروا ديروا غير ملون يعني تاع بودره هذاك تاع 2000 باش تحصلوا على اللون الاحمر. يعني قلت لكم جيبوا لاجولي وديروا لها ملون بودره هذاك تاع 2000 ولا عطر وملون في نفس الوقت. فوالا دوك هكذايا راح ندير يعني قيس تاني بنفس الطريقه ندير شويه نمشيه يعني باش الحبه تلصق لي. من بعد راح نزيد ندير في هذيك الحفره يعني قسم مغرفه هذا ما كان. قلت لكم هذا النوع اللي ما خرجليش هنا بزاف لانه تحرقوا لي يعني الصابلي ما لازمش تغفلوا عليه. فوالا دوك هنايا بعد ما كملت النوع الثاني ندوز النوع الثالث. ذوبت هنايا حوالي 50 غرام تاع شوكولا، ضفت لها شويه تاع زيت درتها في لابوش هادو وحطيت يعني غير هذيك الواجهه الفوقانيه وانا نجز درت لها لي زيكزاك كما راكم تشوفوا. وهنا ميم با ما نشفتش جست نحطها معاكم بس باش نكمل. فوالا درت هنا لا جولي من بعد شديتها حطيتها من الفوق وزدت لها في الوسط كما راكم تشوفوا. يعني هذا هو الشكل المعروف يعني في الصابلي. فوالا قلت لكم هنا مازال ما نشوفوش هذوك الخطوط تقدروا يعني تتم بالطبع حتى تنشف باش يعني تكملوا هذه المرحله. فوالا دوك هكذايا راح نكمل كامل هذا النوع. دوك انا نكمل وندوزو مع بعض نشوفهم يعني في طاوله التقديم.
هنا بعد ما كملت هذا هما الشكل النهائي ديالهم. يعني خرجت ما شاء الله، يعني تشكيله جات بزاف بزاف هايله. سورتو اللي يخدموا المشاريع يعني تقدروا ديروا هكذايا صابلي، تبيعوهم في لي بواط هكذايا، يعني يجيو روعه. قلت لكم هذا هو الشكل يعني التقليدي اللي مالفا تاع صابلي، وهذا الشكل تاع النقاش كما راكم تشوفوا، وهذاك الشكل اللي يعني جا فيه بزاف صابلي، يعني جات روعه واش نقول لكم. وهنايا جات يعني فريمون مرمله، ماشي نقول لكم يعني دوب في الفم، يعني اكثر من رائعه هذه الوصفه. يعني شوفوا الترمال ديالها جات صح مبسه. فوالا قلت لكم كي تبداو تضربوا لازم هذاك الزيت تدخلوه مليح في المارغرين. يعني النتيجه راكم تشوفوها بعينكم. وهكذا مع ليا غنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، والى الملتقى ان شاء الله، ومع السلامه.